هيجان وغليان رضا عبد العال بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري واقترابه من حسم الدوري المصري. قبل ما ندخل في تفاصيل الخبر، لو انت أهلاوي أصيل اضغط لايك واشترك في القناة لنرى كم عدد محبي النادي الأهلي. بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري في الجولة المؤجلة من الأسبوع 21 وتصدر النادي الأهلي ترتيب الدوري المصري ب75 نقطة. فقد صرح الكابتن رضا عبد العال وقال الأهلي بيكسب بأقل مجهود ومش فارق معاه أي حد. فاز على الإسماعيلي الماتش اللي فات وفاز على الاتحاد الماتش ده، وبصراحة الأهلي قاتل المتعة في الدوري المصري نظرا لقوته اللي ظهرت مع المدرب العبقري مارسيل كولر. الراجل ده عمل من الفسيخ شربات، ولعيبة الأهلي مستواها زاد 200% وبيلعب بأي حد ومفيش عنده لاعب احتياطي أو لاعب أساسي. كل مباراة بيغير 5 أو 6 في التشكيل وبيكسب برضه، وربنا يسترها على نادي الزمالك الماتش اللي جاي. أنا مش متخيل إن الأهلي يفوز ويحسم الدوري قدام الزمالك، ودي هتبقى ليلة سودة على الزملكاوية كلهم. هو ده كان رد فعل وتعليق رضا عبد العال بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري. ختاما، لا تنسى ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله، ولايك واشتراك للقناة ليصلك منا كل جديد.